داخل رمضان ومش هنقدر نستغنى عنه ابدا في الحلويات. بصراحة يا جماعة هو شكله تحفة. النهاردة هقولهولك بمقادير وبمكونات مظبوطة مليون في المية، هتعتمديها كده على طول مش في شهر رمضان بس. بخلاف بقى يا جماعة ان هو بجد بيبقى شكله تحفة جدا. النهاردة هنعمل الفستق الكداد بطريقة سهلة وبسيطة خالص. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة كده جهزت ربع كيلو من الفول السوداني او كوبايتين كده من الفول السوداني. كوبايتين بيعملوا معايا ربع كيلو بالظبط. حطيتهم في طبق. جبت بقى طبق صغير خالص ونزلت فيه كده بحوالي 3 معالق كبار من الميه، عليهم معلقه صغيره من الجل الغذائي او اللون الطعام اللي هو لونه اخضر. نزلت كده بحوالي معلقه صغيره. اللون دوت بيبقى متوفر عند اي محل من مستلزمات الحلواني او اي عطار كمان. دمجت اللون الاخضر مع الميه كويس جدا. جبت بقى السوداني بتاعي ونزلت عليه كده باللون بالشكل ده. بصوا اللون عامل ازاي. الكميه كانت مظبوطه واللون طلع معايا مظبوط جدا، لا احتجت ان انا ازود ولا اقلل، يعني مظبوط قوي. مش هتقولي لا انا زودت اللون، لا اللون طالع مظبوط جدا. هندمج بقى السوداني مع اللون كويس جدا بالشكل ده، وهسيبه بقى كده حوالي 15 دقيقة. يعني بعد ما ادمجه كويس جدا كده واغلف كده سوداني باللون، هسيبه حوالي 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة ببدأ اجيب طاسة وبنزل عليها كده بالسوداني بالشكل ده، وبسيب كده ما بنزلش بالمية بتاعته. بصوا بحاول اخلص كده سوداني من المية عشان ما احتاجش ان انا اصفيه. بصوا بقى كمية المية او السايل دوت مش باخده خالص. بصوا مش باخده خالص، بسيبه في الطبق. يعني نزلت بالسوداني بس. شغلت النار وتكون طبعا النار متوسطه، وهبدا كده افضل اقلب فيه كده لغايه ما يديني اللون الذهبي المظبوط او اللون اللي انا عايزاه. يعني هنحمص السوداني بالشكل ده علشان اللون يثبت عليه وفي نفس الوقت اخرج الرطوبه منه. ممكن تستغني عن الخطوه ان انت تعمليه على البوتاجاز من فوق وتفرديه كده في صينيه تحتيها ورق زبده وتدخليه الفرن، بس كده اسهل وابسط لان بيبقى السوداني قدام عيني وبقدر اتحكم في اللون اللي انا عايزاه وبقلب فيه كده. لكن لو دخل الفرن ممكن يتحرق مني او يتلسع مني او لونه يغمق، لكن كده انا ببقى متحكمه في اللون. بصوا بفضل اقلب فيه كده والنار تكون متوسطه، ما تعليش النار نهائي. هحمص السوداني بالشكل ده، اللون بيثبت عليه وبيبقى مظبوط جدا. اول ما يديني لون ذهبي كده ببقى خلاص كده اداني اللون المظبوط، وبحس ان هو اتحمص كويس. بنزل كده بيه في طبق لغايه ما يبرد تماما. بصوا كده بيبقى فيه السوداني فيه حتت بيضة. الحتت البيضة دي اول ما تديني لون ذهبي بعرف ان هو اتحمص كده معايا ووصل معايا للمرحلة المظبوطة او المرحلة اللي انا عايزاها. بسيبه بقى يبرد خالص، وبعد ما يبرد بجيب مطحنة الخلاط او الكبة اللي انت ترتاحي فيها اعمليها. انا جبت مطحنة الخلاط بالشكل دوت، وهبدأ انزل كده بالفول السوداني على مرتين او على 3 كمان. يمكن اول مرة حطيت كمية كبيرة، لكن تاني مرة حطيت نص المطحنة بالظبط. يا دوبك بس بتضربي ضربتين بس كده. بيكون طبعا مش مفروم ناعم قوي، بيكون خشن شوية كده علشان يديني نفس شكل الفستق بالظبط. يا دوبك ضربتين كده وبيطلع معايا جميل جدا. بصوا بقى تحفة يا جماعة، شكل الفستق بالظبط. ما تقدريش ابدا تقولي ان ده مش فستق. ودلوقتي هنزل بقى بالكميه التانيه في المطحنه بالشكل ده، نفس ما عملت بالظبط في المره الاولى، بس يستحسن ان انا ما احطش كتير، ويا دوبك ضربتين صغيرين خالص وبيديني بقى الشكل الجميل. شكل الفستق بيبقى حلو قوي يا جماعه في الحلويات. بصوا يا دوبك ضربتين بس، ما تطحنوهوش كتير علشان الفول السوداني بينزل الزيت بتاعه علشان ما يبقاش معجن منك. انا عايزاه يبقى مفرول كده وجميل. بصوا خطير ازاي، تحفه يا جماعه، وطلع كميه حلوه قوي. طبعا بنحتفظ بالكميه دي في برطمان كده يكون نظيف وناشف ومتغسل مغسول ومتعقم كويس جدا، وبحتفظ بالفول السوداني. بصوا الشكل حلو ازاي، وحتت مضروبه كويس وحتت لا، شبه الفستق بالظبط. جبت بقى البرطمان بتاعي وهبدا احتفظ بالفول السوداني علشان استخدمه وازين بيه الحلويات. بيبقى شكله حلو جدا. في قصنص فستق، في ناس بتحط قصنص فستق كده كمان معايا مع اللون، بس انا يعني ما لقيتوش وما حبيتش ان انا احطه، واكتفيت ان انا اعمل كده. بس انا عايزه بس يبقى اديني شكل الفستق، لان مهما هنجيب الطعم مش هنقدر نوصل لطعم الفستق. بس بجد يا جماعه الطريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه، والشكل كمان بيبقى حلو جدا. اتمنى يكون الفيديو والطريقه النهارده عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير
للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا، وشير كتير للأصدقاء عشان الكل يشوف الوصفة وينفذها. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير يا رب وبصحة وبسلامة. اللهم أبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.